تردون مرقة الفاصوليا تطلع مثل مرقة المطاعم. تابعوا وياي الفيديو وشوفوا شلون راح اسويها بطريقة جدا سهلة. طبعا شوفوا لونها شقد حلوة. وهذا التمن. أنا وياكم إيناس، اليوم راح أشارككم روتيني وراح أشارككم سر الفاصوليا شلون تطلع طيبة ومثل المطاعم تماما. طبعا بالبداية راح ننقع الفاصوليا، أو يعني ما راح ننقعها، فقط نغسلها ونسلكها مباشرة. أكو بيهم ينقعونها ليلة كاملة، ولا ما يحتاج، فقط خلوا لها ما يغسلوها زين وخلوها على النار. بس شنو من وقت هسه أني بس خلصت ريوق، خليتها على النار، خليتها على درجة 1400. هنا اجيت للحم. طبعا هنا عندي ما شاء الله لحم، كمية كبيرة لحم، فراح أخذ منها كمية قليلة جدا. هنا طبعا نقحت اللحم وخليته منه يذبل حتى أخذ الكمية اللي أريدها، والكمية اللي ما أريدها أفرزها. هنا فرغت مي بارد. إذا عجبكم يومياتي أو روتيني أو وصفاتي لا تنسون الاشتراك، لا تنسون أنه تشتركون بقناتي وتدعموني تعليق ولايك مثلكم. هنا تماما فرغت مي، خلصت. هنا اجيت للحم. طبعا هاي الكمية اللي أخذتها. هنا شيكت الفاصوليا. شوفوا بنات، بعتي تقريبا صار لها شي ساعة. هنا فورت المي بالغلاية للحم حتى يستوي بسرعة. طبعا اكو طريقة انه تحمسون اللحم ويا الفاصوليا. اني ليش حمست اللحم بوحده والفاصوليا بوحدها؟ لانه اللحم يعني ما شاء الله كمية كبيرة، فاني اقول انه حتى اخذ السوى مالته، حرام ما تليش تروح، عرفتوا؟ بس انتم اذا مثلا عندكم تسوون كمية قليلة وتردون فد مرة يعني تسلقون اللحم ويا الفاصوليا، همين يطلع كلش طيب وحلو وما بيها شي. بس أنا سويت هيك حتى استفاد من السوق. بنات السوق كلش حلو، حرامات يروح. هنا طبعا حمسته، خليت له بهارات تشريب، بهارات كركم، وحطيت له مي الغلاية ونومية وقبقته. طبعا هنا عجنت، ما لقيت عندنا خبز فعجنت. اليوم تشريب وفاصوليا فلازم خبز حار. طبعا الفاصوليا استوت عندي تماما. هنا اجيت للصلصة مالتي الفاصوليا. طبعا هاي انا الطريقة مالتي بنات. شوفوا، او اجيب لي يعني ماعون واحد. هنا جبت طاوة، قليت بيها البصل، قليته. وطبعا ما ادري، ما يمكن ما صور، فضفت المعجون، حمسته كل زين بنات، كل زين يعني لحتى تروح الزفرة مالت المعجون، الريحة مالته. وبعدين ضفت مع صلصة الطماطم او عصير الطماطم. طبعا هنا العجين مالتي اختمر، راح اشنقه واخبزه. شوفوا بنات، هاي الصلصة هيجي بعد ما استوت، ما اخليها كلش يعني الماء يسحب، لا، اخليها هيك يعني بعتي يعني بيها شوية، واضيفها على الفاصوليا. طبعا هاي الفاصوليا اول شي راح اضيف اللحم. شوفوا هنا طلعت اللحم وخليت السوب كيفكم تريد تسوونه بنات، تشريب، تردون تخلون عليه بوتيتا. انا ما خليت عليه بوتيتا اليوم، او تردون تضمونه مثلا تسوون دولمة او اكلات ثانية تفيدكم، او تطبخون بيه التمن. انا هسه ما شاء الله صارت عندي كميه كبيره فطبخت بيها التمن. طبعا نرجع للسر مالت الفاصوليا. شوفوا بنات، خليت لها اللحم وبعدين خليت لها الصلصه، خليتها عليها. شوفوا هسه راح يعني اقلبها كل زين بحيث اخلي الصلصه تتغلغل بالفاصوليا، وراح اخليها على نار هادئه، يعني على نار هادئه اذا انتم تستخدمون طباخ الغاز. وإذا تريد خليها على الكهربائي خليها على 500، على درجة 500. وشوفي بنات، ورا ربع ساعة، 15 دقيقة، 20 دقيقة تجنن. طبعا هنا جيت أطبخ التمن، خليت له ملح. وهنا أنا قلت لكم عندي السوى اليوم ما شاء الله طلعت هواية، فراح أخلي شوية منها للتمن والباقي أخلي التشريب. شوفوا طبعا ما راح استخدمها كلها، لا، بس شوية بحيث انه التمن ياخذ النكهة مالت سوب اللحم. بخلي عليها شوية ماي
وأخلي التمن يتهدى. هاي هنا أنا بعد ما ضفت له مي. شوفوا بنات، شوفوا جماله. طبعا هذا الخبز الحار شنو رأيكم؟ كتبولي. وهاي المرقة بعد ما استوت بنات، شوفوا جمالها، شوفوا والله التصوير ظالمها مثل المطاعم تماما، تخبل. وكل ما تبقى أكثر يطلع اللون مالته حلو أكثر. وطبعا أكيد ما ننسى السلطة والخضرة همين. وإذا عجبكم المحتوى مالتي لا تنسون بلايك واشتراك، وإن شاء الله تكونوا استفاديتوا.